وفاة الإعلامي والمفكر الكبير إبراهيم عيسى. يا ترى الخبر ده حقيقي أم خطأ؟ مساء الخير، أهلا بيكم. معاكم إيهاب. نزلت أخبار كتيرة جدا من ساعة تقول إن الإعلامي إبراهيم عيسى توفى بسبب حادث مروري. يا ترى الخبر ده حقيقي أم لا؟ عشان نتأكد إن الخبر دوت صحيح أم لا، والأسرة بتؤكد إن الخبر دوت لا صحة له. مصدر من أسرة إبراهيم عيسى: إبراهيم عيسى بخير ويتواجد في منزله. جميع الأخبار المنتشرة ليس لها أساس من الصحة، وبالتأكيد هي حملة ممنهجة على إبراهيم عيسى، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها لمثل هذه الحملات. وحاليا يتواجد في منزله ويستمتع بنجاح فيلم الملحد. وبيأكدوا الأسرة إن بالفعل كل اللي حصل دوت هي إشاعات، وطبعا أخبار كتير جدا نزلت بالفعل وفاته وشماتة كبيرة جدا إن بالفعل منتظرين إن هو يتوفى. وطبعا كلنا عارفين الأستاذ إبراهيم عيسى إنسان مستنير جدا ومثقف في نفس الوقت، ما بيفرقش أبدا بين شخص مسيحي ومسلم أو أي أديان، بيتعامل مع الناس كلها بمحبة وما بيفرقش أبدا بين إن كان ده دينه إيه أو دينه إيه. حبينا نكون بنوصل لكم الخبر المفرح إن بالفعل كل الكلام اللي طلع على الأستاذ إبراهيم عيسى لا صحة له. وشكرا لحضراتكم، يا ريت تشجعونا وتشيروا الفيديو دوت عشان الناس كلها تعرف إن الخبر كاذب. وشكرا لحضراتكم، ويا ريت تشجعونا وتشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ورب يبارككم. يظل طول الوقت المسيح المصري متمسك تمسكا هائلا رهيبا مذهلا بمذهبه رغم كل عصور الاضطهاد. تهنيمتي إليك ربي نشيد، ونحن عمري وشعب وحب قلبي